بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة ان شاء الله حبايبي بناتي واخواتي خارج مصر جوه مصر هنعمل ان شاء الله مع بعض البانيه. دي فراخ بانيه، ده حوالي كيلو. غسلته ونقعته في جنزبيل وليمون ونقعته وصفيته. دي التتبيله اللي هنقع فيها البانيه. ده توم وفلفل اسمر وجنزبيل وبهارات فراخ وحبة كركم وبصي فلفل اسمر وجنزبيل وملح وبتاع ده وكركم وبهارات فراخ والثوم وكوبايتين زبادي، وهنعصر عليهم ليمونه وحبه مستردة هنحطهم معاهم. نضرب الاول الحاجات دي في الكبه ونحط التتبيله مع بعض. بعد ما ضربت اهي التتبيله في الكبه هنحط عليها الزبادي والمستردة. نحط حوالي 3 معالق مستردة كده، بيدي طعم تتبيله الفراخ. كوبايتين الزبادي يعني بيديها برضو طراوه وبيديها طعم حلو قوي. ونعصر الليمونه نقلب. حطينا التتبيله عباره عن توم وجنزبيل وبابريك وبتاع ده وكركم وبهارات فراخ وحبه فلفل اسمر والزبادي والمستردة والليمون. ريحه كده من قبل ما تحطيها روعه قوي. نتبل بقى الفراخ بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. نقعها في التتبيله على الاقل ساعتين. نكون جهزنا البقسماط بتاعها ونقليها. قلبيها قلبي، دخليها في كل الفراخ. ده الليمون اللي كنت نقع فيه. يعني انا بحب اما بغسلها انقعها في جنزبيل وليمون عشان اضيع الزفاره منها خالص نهائي. حط اللي فوق تحت واللي تحت فوق. التتبيله نفسها هتعجبك. بعد ما تبلته وخليته في التتبيله حوالي 3 ساعات البانيه، حضرنا هنا 3 بيضات، حطيت عليهم حبه فلفل اسمر، هنحط عليهم كوبايتين زبادي عشان نعمل تتبيله ما يفكش منك وانت بتقلي. جربي الطريقه دي هتعجبك. نقلبهم ونحط ندعة ملح. انا حاطه في التتبيله اصلا ملح، معلقه صغيره من الملح. قلبي خالص. نحط عليهم حبه دقيق صغيرين عشان يمسك معاكي في التتبيله بتاعتك. شوفي السمك بتاعه، انا عايزه السمك زي عجينه الكيك كده عشان يمسك في التتبيله معاكي. قلبي قلبي قلبي، دخلي كله في بعضه، دخلي الدقيق كله. بصي التقل، بصي اوريكي التقل بتاعه. بصي اهو. تبلي بقى البانيه بتاعك.
انا ايدي نظيفه عشان محدش يقول لك ايه بتشتغل بايديها. احنا اللي هناكل. حط في البقسماط، ولازم تدوسي عليه وهو في البقسماط، دوسي عليه كده. رصوا ايه الطبق. ممكن التتبيله دي تعمليها اللي انا حطيت فيها البانيه، تعمليها وتشيليها ايه في الفريزر، وقت ما تعوزيه هتلاقيه كده. عمره ما هيفك منك وانت بتقليه، وهنشوف برضو ايه مع بعض. نكمل كله ونشوف. طلعنا على الزيت بتاعنا يسخن. نحط بقى ايه البانيه بتاعنا. سخن. بسم الله. ما تقلبهوش، خليه ايه لما تحس ان هو احمر من تحت. مش عايزين نقلبه، خليه لما هو ايه احمر من تحت كده. تعمليه بقى في بيتك كده. بص، لا يعلى على لقمة البيت. بعد لقمة البيت ما تقوليليش لقمة بره، ولا هيتبل زي ما انت هتتبلي، ولا هيغسل زي ما انت هتغسلي، وهتوفري فلوس وهتوفري نظافة، وتبقى حاجة انت اكلاها بايدك نضيفة جدا. واعملي لي لايك وانت بتتفرجي. اهم حاجة عندي اعملي لي لايك قبل الكومنت، لانك بتنسي تكتبي الكومنت وتنسي اللايك. واشتركي لي في القناة لو لسه ما اشتركتيش. قلبي بالراحة كده. طلعيه. بصي صفيه خالص من الزيت. صفيه من الزيت. تاني. هنقدمه مع مكرونة كده. احنا عملنا البانيه جنبه حبة مكرونة. لو عجبك الفيديو ادخلي على القناة وشوفي الطريقة. وده احلى بانيه تاكليه من ايدين ام ادم. والمكرونة